بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فمبادرة الحزام كرامة وعزة وخبزة للعراق، لا نسمح أن تثلم، فضلا أن لا تسرق. شكرا لتنسيقية بابل لإقامة هذا المؤتمر المبارك. شكرا للسادة أعضاء البرلمان، شكرا لأساتذتي الكرام، مشايخ الكرام، السادة الحضور، جزاكم الله خير الجزاء على هذا الحضور وعلى هذا التجمع. نلقي الضوء عليه هذا اليوم ونريد أن نوضحه بما يكفي، هو إشكالية الحزام والطريق. من المؤسف أن في هذه الأيام توالت كثير من الاجتهادات في تفسير هذا المفهوم، وبالتالي ظهرت هنا وهناك اتهامات بالتخوين واتهامات بالتراجع وحديث عن هذا الطرف أو ذاك من الوجهة الأكاديمية ومن الوجهة الاقتصادية. أضع أمامكم الحقائق بوجهها أو من وجهتها العلمية. المبادرة الصينية اسمها مبادرة الحزام الاقتصادي والطريق. إذا اتخذت الحكومة حلا دبلوماسيا مع دويلة الكويت مثل ما تفضل الأستاذ، فنحن ننتظر هذا. أما فلنا وقفة آخرة، شيخنا الجليل لنا موقف آخر مع دولة الكويت مثل ما وقفناها ووقف الشيخ فيها وتهدد الشيخ وانسجن، وحتى عضو برلمان الكويت ذكر بالاسم. كانت عندنا وقفة بالعبدلي، فمستعدين أن نكررها. شيخ فاضل الدراجي طبعا مستعد أن نكررها بس بصورة أقوى. الحضور الحراك الشعبي جميع الحضور مع حضور الناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يحملون أمل وفرحين نشوف هكذا جمهور، هكذا حراك شعبي، هكذا أساتذة مشايخ أخوتنا جمهورنا، أن يكون هو القاعدة الأساسية لهكذا معاهدات وعقود. احنا أمامكم وأمام الله وأمامكم إن شاء الله نكون الصوت الحقيقي لكم تحت ربة البرلمان. وهذه المعاهدات وهذه القوانين وهذه القرارات إن شاء الله نتبناها تبني جاد، وندعو جميع أخوتنا النواب إلى تبني هذه المواضيع، لأن هذه بالتالي تصب في مصلحة بلدنا. احنا نعرف اليوم العراق الريع الاقتصادي ريع أو حاجة. احنا اليوم نحتاج هذه التنمية مثل ما تفضلوا الأساتذة والبروفيسور، نحتاج إلى تنمية، نحتاج إلى تنوع إيرادات، وهذا المشروع هذا مشروع مهم لبلدنا ولأجيالنا القادمة، وإن شاء الله راح نتخذ الإجراءات والخطوات الفعلية، لأن مثل ما تفضلوا الأساتذة إحنا اليوم عندنا تفاؤل بالحكومة الحالية. نسأل الله التوفيق للجميع. سؤالي للسادة النواب كليهم،
الحراك يسعى كخطوة أساسية لتشكيل هيئة برلمانية داخل قبة البرلمان. ما هو الدور الذي تستطيعون العمل من أجله لتشكيل هذه الهيئة؟ هذا السؤال الأول، أسمع الإجابة منكم ونسأل السؤال الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة سؤال احنا سبقناكم بالإجابة بالإجراء، وعندنا شرعنا بتوفيقات الباري عز وجل لتشكيل هذه الهيئة، وزهاء 40 إلى 43 عضو مجلس نواب حاليا موقعين داخل هذه الهيئة. أبدا، هذا توقيع والوقوف مع مصلحة الشعب وخصوصا بناء ومقاومة المسائل المجتمع. هل تعتقدون أن هنالك توجد قادر على الوفاء بوعوده؟ وهل تعتقدون أن هنالك توجد ضغوطات خارجية وداخلية تمنع عن هذا الوفاء في هذا المشروع؟ حقيقة فيما يخص الوفاء هذا يتوقف على مدى جديته ومدى استغلاله للواقع الديموغرافي اللي موجود هسه بالتحالفات الدوليه. التحالفات الدوليه غيرت البوصلات في كثير من الدول، واحنا هم ندفع باتجاهه لان يكون ونعطيه باور اقوى خاطر يذهب باتجاه مصلحه البلد ويغض النظر عن كثير من التحديات اللي شابت العمليات السابقه. رئاسات الوزراء الكثير من الضغوطات الخارجيه اتت وكلها ويانا. احنا هذه الفتره لا قادرين على ان ندفع بسيد محمد الشياع، والحقيقه هو مطالب بهذا الشيء وهو وعد به سابقا، واحنا ما نال الثقه من عندنا، وكثير من اعضاء مجلس النواب حقيقه ما وضعوا ثقتهم به الا لان هو رؤيته الاقتصاديه بهذا الاتجاه، واحنا ذهبنا بهذا الاتجاه طمأنينة لكم. جانب اخر، جناب الدكتور البروفيسور قبل قليل ذكر في القضيه، قال على ان نذهب الى الصين. اخواني الاعزاء، انا في جامعه بابل كان اكو مؤتمر ما اتذكر تاريخه تقريبا الشهر الرابع الخامس، يعني ما ادري ايش حدود، وراها بشهر تقريبا، ورعيتكم داخل يعني بالمؤتمر الجامعي قلت لهم لا، ان احنا ما نذهب هنا، راح نطمح ان نذهب الى الصين. بالفعل اتجهت الى السفير الصيني وعقدنا وياه اجتماعين، وهي واحده من الاجتماعات اعلن بالاعلام. على كل حال كان عندنا شنو؟ كان عندنا نيه الاتحاد، يابا نذهب بهذا الاتجاه ونحرج الجميع. جاءت حكومة الكاظمي وأمور الكاظمي، وهذا ما نعرف الاتجاهات وين، والبرلمان معطل وضغط الشارع وأمور يعني تجاذبات سياسية. جنابكم حاضر هسه مو صارت الذكرها. على كل حال الكلام كان من السفير الصيني، قال احنا عندنا جائحة كورونا إلى الآن لم تنتهي بعد. بالفعل انا عندي تواصل لحد اليوم الصبح، اكو مناطق عزلت تماما. على كل حال فهذا الامر اذا مع شويه استقرت الوضعيه بالصين، احنا نذهب الى الصين ونعقد بهذه الوجوه الطيبه، نعقد مؤتمرنا هناك بالصين ونحرج الدول الحكومتين. الحكومه الصينيه ذاهبه باتجاهنا، ولكن احنا سابقين هاي